مساء الخير عليكم يا شباب، ومساء الخير عليكم يا صبايا. اهلا بيكم في قناتي. معاكم كابتن سما. ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقة عمل المربى اللايت. طبعا كلنا بنحب ناكل حاجة مسكرة فترة الدايت، وبنبقى خايفين ومتخوفين من النتائج اللي بتحصل. تابعيني وان شاء الله تعجبك. هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. انا هوزن معاكم حوالي 500 جرام من الجزر. طبعا لسه هنغسلها وننضفها وكده، فهيطلع منها 18 جرام. السكر اللي هستخدمه سكر سويتال. انا غسلتها ونضفتها كويس جدا، وطبعا زي ما انتم شايفين انا هحطها في الخلاط. انا هغير الشفرة بتاع السكينة. اخترت الشفرة دي علشان بتبقى مشرشرة وحجمها سميك كده، وتقدر تاخد سوية شوية. انا هحطها قدامكم دلوقتي وتتبشر. بدل يعني لو ما عندكيش الآلة دي في الخلاط، ممكن تستخدمي المبشرة وتعملي الجزر عادي، مفيش اي مشكلة خالص. طبعا كلنا عارفين فوائد الجزر، هو مفيد جدا للنظر وللجلد. ال500 جرام دول يا بنات عاملين 50 جرام كربوهيدرات، و5 جرام بروتين، و1.5 جرام فات. الكمية كلها. فطبعا انتي هتاخدي معلقة، المعلقة ديت بكتير قوي 20 أو 25، فمش هتبقى حاجة يعني. ولازم تعرفي ان الجزر 100 جرام منه فيه 10 جرام كربوهيدرات، ودي حاجة كويسة جدا يعني. زي ما انت شايفة كده انا بوريها لك شكلها في الخلاط عامل ازاي، وده هيبقى شكلها بعد الفرم. شوفوا حجمها وسمكها عامل ازاي. زي المبشرة على فكرة يا بنات، العادية جدا اللي هي الفتحة بتاعتها واسعة شوية. انا حطيتها في الحلة مباشرة على طول، وهضيف طبعا معاها السكر. طبعا احنا عارفين فوائد الجزر، قد ايه هو حلو جدا جدا للنظر، وقد ايه هو حلو للجلد. هو من الأطعمة المهمة جدا والمفيدة يا بنات، جدا جدا. انا هحط 3 اكياس من سكر سويتال، لان لسه هضيف بعده معلقة عسل وهو بيستوي. فانا حطيت 3 اكياس فقط لا غير. زي ما انتوا شايفين انا حطيت الحلة على النار مباشرة. طبعا ما عملتهاش بالطريقة التقليدية اللي هي زي بتاع زمان، نحط عليها السكر ونسيبها شوية لما تنزل مية وبعدين نحطها على النار. لا طبعا دي طريقة تانية. انا حطيتها على النار مباشرة، وكل فترة هقلب فيها باستمرار كده زي ما انتوا شايفين. والله الطريقة دي كويسة جدا ومشبعة، ومش بتحسي بالذنب خالص وانت بتاكليها. انا هنا جبت قشرة سفندية ونص قشرة برتقالة، وقطعتها وغسلتهم كويس جدا جدا. وطبعا هفرمهم علشان اضيفهم على الجزر. طبعا زي ما قلتلكوا قد ايه الجزر مفيد جدا جدا للصحة. بيحتوي على نسبة عالية جدا من العناصر زي الفيتامينات والاملاح المعدنية. بيحتوي ايضا على كاروتين حلو جدا، بيمنع من مرض السرطان. يحتوي على البيتا كاروتين، ده بيمنع من مرض السرطان. وكمان تقدري تجيبيه في اي موسم، يعني تلاقيه موجود على طول. طبعا زي ما انت شايفة انا فرمت القشر البرتقال والسفندي، وهقلب كويس جدا الجزر. انا هنا بشوفها هي استوت ولا لا، فطبعا لسه لها تكه شويه. فانا هغطيها اسيبها شويه لما تلين، وبعدين اضيف ليها قشر البرتقال. وزي ما انتوا شايفين كده انا حطيت قشر البرتقال، واقلبها طبعا كويس جدا جدا علشان تاخد من مية الجزر وتتشبع بريحتها وطعمها.
صدقيني مفيش حاجة صعبة، انت تقدري تعملي كل حاجة، ويا رب ان شاء الله تعجبك ان شاء الله. انا حطيت هنا معلقة عسل ابيض بدل ما احط سكر سويتال تاني، علشان مهما كان هو برضو مش طبيعي. وطبعا معلقة عسل بتزود من القيمة الغذائية وبتديكي طبعا باور. طبعا العسل حلو جدا، لكن معلقة كفاية جدا في اليوم. حطيت 3 حبات من القرنفل علشان بيعمل ريحة حلوة جدا. انا هفضل اقلب كده زي ما انت شايفة، هي قربت تدخل في السوي. طبعا لانت خالص، ريحتها خطيرة. شايفين شكلها؟ خلاص كده انا هغطي بقى عليها وهسيبها تكمل سوا شوية. خلاص هي كده استوت وبقت تمام قوي. هنسيبها تبرد بقى ونعبيها في البرطمان. انا مفيش حاجة عندي اسمها مستحيل، مفيش عندي اكلة دسمة ومش هقدر اكلها، لا انا بحاولها بطريقة صحية، بخترع وبفتكس شوية حاجات كده وعشان تطلع حلوة يعني. انا عندي هنا علبة كان فيها عسل اسود، طبعا غسلتها كويس جدا ونشفتها، وهحط فيها الجزر وهغطيها حلوة جدا وتحطيها في التلاجة. طبعا احنا في الشتاء، فهي لو نسيتيها برا مش هيجرالها اي حاجة. فحاولي زي ما قلتلك ما تحرميش نفسك من اي حاجة، واي اكلة او وصفة نفسك فيها بعتيلي وانا اعملها لك. زي ما انتوا شايفين انا حطيتها في العلبة، وانا كنت لسه ما خدتش السناك بتاعي، فانا هعتبر ان ده سناك. انا هاخد حوالي 20 جرام او 25 جرام من الجزر. طبعا ال25 جرام هيبقوا ولا حاجة في السعرات الحرارية. هكتبلك طبعا كل البيانات قدامك، بس لازم تفتكري في الاول ان انا قلتلك ال50 جرام كربوهيدرات دي على نص كيلو كلها، يعني على العلبة دي كلها. تمام. فلما تاخدي منها 20 جرام، يعني اعتقد ان النتيجة هتبقى مفيش يعني. طبعا زي ما انت شايفة السعرات قدامك. انا بعتبر دي سناك ليا، شريحة توست و... وعليها معلقة مربى لايت، وتقدري تاكليها وانتي مش حاسة بأي تأنيب للضمير. ودي شكلها النهائي يا بنات وشباب، يا رب تكون عجبتكم، واتمنى انتوا تجربوها وتقولوا رأيكم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة. اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة بإذن الله. باي باي.